واحد بيقول اخته تقدم لها عريس، والعريس ده محامي، والمحامي ده عشان متقدم لاخته الوحيده قال لك انا اسال عليه كويس جدا عشان خاطر يعني انا مش عايز اختي تتجوز وتطلق او هي تتعب في حياتها. بيقول لك فتره الخطوبه سال عليه، كل الناس قالوا له الراجل ده كويس ومحترم وشغله في المحاماه نزيه، ما هواش بتاع القضايا المشبوهه والكلام من ده كله، بس مشكلته بيحب النسوان شويه والنسوان شويه. هو كان معترض، فكل ما سأل حد يقول له ودي مشكلة بتتحل بعد الجواز. سأل أهله قالوا لك بعد الجواز ربنا بيهديه، سأل عمام قال لك بعد الجواز ربنا بيهديه. واتجوزت البنت 4 شهور. البنت دي شقة بيتها جنب شقة أمها، يعني مفيش خطوتين من في الشارع يعني. في يوم قالت له أنا رايحة لماما، فراحت عند مامتها، وعلى أساس إن هي متعودة لما تروح عند مامتها تروح بالليل. وهي روحت عند مامتها تقول لك افتكرت ان هي ناسيه حاجه في البيت، قالت لاخوها الصغير تعالى معايا نروح نجيب الحاجه دي من الشقه. وسحبت حالها وراحت الشقه. بتيجي تفتح الباب وتلاقي المحامي مع 2 نسوان في وضع مخل ومش محترم بالمره. البنت ما دخلتش لسه الشقه الا بيها تقع على الارض من الصدمه، وهو المحامي من الجبن عشان الناس اللي بره اللي اتلموا على مراته لما وقعت ما يشوفوش فيه ايه، قام قفل الباب خالص. واخدوا الناس البنت ودوها لاهلها، وهناك فوقوها وصحصحت كده. فكانت اتصلت باخوها الحقني حصل مع اختك 1 2 3 مش عارفه ايه. المهم الولد دمه فار لان هو بيشتغل في منطقه برضو قريبه منهم في نفس يعني بلد جنب البلد، يعني ما فيش وقت. اتصل في 2 اصحابه قالهم بسرعه شقة اختي ممنوع حد يطلع ممنوع حد ينزل لحد ما اوصل انا. وقفهم زي حراسة على الباب، وكلم اخته قال لها حقك هيبات في حضنك الليله. المهم نزل بسرعه ودخل على الشقه، اجي يعني ووصل لهم جوه بالعافيه، فتح الباب بقول لك زليت اللي جابهم. بس هو كان المحامي قاعد يقول له اصل دول جايين كانوا لابسين يعني ما كانش في اي حاجه غلط، دول جايين عشان قضيه ومش قضيه وكلام من النوع دوت. كلام ما دخلش دماغ اخوها، فراح قال له ايه، قال له الكلام ما دخلش دماغي وكلام من ده كله. فراح قال للنسوان ال2 كل واحده منكم تقلع ذهبها، واخد الذهب واخد قشطهم واخد تليفوناتهم واخد فلوسهم اللي في الشنطه، خلاهم على الحديد المجيد للبنتين وطردهم. واخد برضه فلوس جوز اخته واخد تليفونه. المهم برضه قشط مين؟ جوز اخته، واخد كل ما يملك هذا وساب جوز اخته في البيت ومشي وراح وين؟ عند اخته. المشكله ان اخته زي اللي قلبها بيحن له، مش عايزاه ان هو يجي عليه. وهو دلوقتي بيقول لك ندم، وبيقول ان هو ممكن مستعد يوطي على رجلها ويبوسها، وان هو عمره ما يعيد الكلام هذا. وراح لعمامها وقال لهم نفس الكلام ده، وراح لجيرانهم وقال نفس الكلام ده، وقال لأم لا اله الا الله انا عايز مراتي بحبها. وكل ما يقول لاخوها رجعها خلاص يعني مش حلوه تتطلق والكلام هذا كله. وهو بيقول انا خايف ارجعها اندم، خصوصا ما خلفتش مني، فخايف ترجع تخلف منه تتطلق بعد كده وتبقى قاعده بعيل، خصوصا اللي فيه طبع عمره ما يتغير. وزي ما كنت شاكك فيه قبل ما يتجوزوا ان هو مستحيل يتغير وفعلا ما اتغيرش، لكن الكل بصر عليه انه لازم 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 يرجع مراته له وخلاص، ويمضي على الحاجات اللي عايز يمضي عليها وكلام من ده كله، وتضمن حقها وكلام يعني هيضمن حقها وهيبوس على رجليها ويعتذر. اهم حاجات كتير جدا مهم ترجع. فهو محتار. بقول لكم انتوا رايكم ايه؟ نرجعها ولا خلاص كده مفيش منه امل واللي فيه طبعا عمره ما يتغير؟ الراي في ايديكم انتوا.